القصة بتبدأ سنة 1955، ولو تفتكروا الجزء الأول بدأ سنة 1952. فاحنا هنا ماشيين بالتسلسل الزمني لكل قصة في عالم الشعوذة. المهم بنشوف راجل اسمه صامويل مولينز، وده صانع عرايس مشهور، وعنده ورشة صغيرة بيصنع فيها العرايس بإيده. وهو شغال بيلاقي ورقة داخلة من تحت الباب ومكتوب فيها دور عليا. فبيقوم مستغرب وبيخرج من الورشة للبيت، وبيلاقي ورقة تانية مكتوب فيها يلا قربت. وهنا بنكتشف ان اللي كاتبه الورقة دي هي بنته الصغيرة أنابيل. صامويل كان عايش حياة هادية وسعيدة هو ومراته إستر وبنته الوحيدة أنابيل، لكن للأسف السعادة دي ما طولتش. تاني يوم هم راجعين من الكنيسة، العربية بتقف بيهم في نص الطريق، وصامويل وهو بيغير العجلة مسمار بيقع في الشارع، وأنابيل بتجري علشان تجيبه، لكن فجأة عربية بتيجي وبتخبطها وبتموت في مكانها فورا. وبعد الحادثة دي ب12 سنة بنشوف عربية جاية من دار أيتام وبتوصل لبيت عيلة مولينز، وبيكون فيها راهبة اسمها سيستر شارلوت ومعاها مجموعة بنات يتامى. والأب ماسي كان مبلغ الراهبة قبل ما يوصلوا إنهم غالبا مش هيشوفوا صامويل كتير، لأنه من بعد حادثة بنته وهو بقى عازل نفسه. ولما بيوصلوا صامويل بيستقبلهم بشكل كويس، لأنه كان عايش في البيت الكبير ده لوحده، فبيوافق يستضيف دار الأيتام عنده، وبيحس إن وجود الأطفال هيعيد للحياة طعمها في البيت من تاني. ومن بين البنات في بنت اسمها جانيس رجليها مصابة وبتتحرك بصعوبة، فصامويل كان بيستفسر عنها، لكن شارلوت بتطمنه وبتقول له ما تقلقش هي مش هتكون عبء، وأنا بذات نفسي هاخد بالي منها. وبعدها صامويل بياخدهم جولة في البيت كله، والبنات بيعجبهم المكان جدا، فبيقول لهم انتوا هتقعدوا في الدور الأول، بس علشان رجل جينيس تعبانة شارلوت بتطلب إن هي وجينيس يقعدوا تحت. وهنا صامويل بيوريهم كرسي متحرك ميكانيكي كان عامله لمراته إستر من زمان، وده علشان يساعدها في الطلوع والنزول. بس جانيس وهي طالعة على الكرسي بتحس اللحظة إن في حد واقف وراها، ولما بتبص ما بتلاقيش حد. المهم عدد البنات بيكون 6: جانيس وليندا وكارول ونانسي وكيت وترني. كارول ونانسي بيختاروا أوضتهم بدري، ولما جانيس وليندا بيحبوا يشاركوا معاهم بيرفضوا، بيقولوا لهم البيت مليان غرف كتيرة، شوفوا لكم أي واحدة. من جواهم كانوا شايفين إن جينيس حمل زيادة شوية بسبب إصابة رجلها، وبينما جينيس بتدور على غرفة ليها بتلاقي غرف تانية موجود عليها حرف في الركن، وده لقب أنابيل. وأول ما بتحاول تدخل بيظهر لها صامويل فجأة وبيقول لها بلهجة حادة جدا اعملي اللي انت عايزاه في البيت إلا الغرفة دي، ممنوع حد يدخلها. وفي اللحظة دي ليندا بتنادي عليها فبتمشي معاها، لأن ليندا لقيت غرفة ليهم هما الاتنين. وفي نفس الوقت السيستر شارلوت كانت بتفك شنطتها، بس فجأة الهواء بيقلب صفحات كتاب قدامها، مع إن الشباك كان مقفول أساسا، فالهواء الشديد ده دخل إزاي؟ وبصت على حاجة شكلها زي مكتبة، لكن لما بتركز بتكتشف إنها أشبه بمصعد قديم كانوا بيستخدموه زمان في بيوت الأغنياء، وده علشان ينزلوا للبدروم. والحاجة دي كانت جديدة عليها، فبتقفل الباب بتاعه، لكن الباب بيفتح تاني لوحده. وبعدها نانسي بتطلب من شارلوت إنهم يخرجوا يلعبوا بره، وشارلوت بتوافق وكل البنات بيخرجوا إلا جينيس، لأنها مش قادرة تمشي كويس فبتفضل تبص عليهم من الشباك. وهنا بتحس تاني إن في حد وراها، نفس الإحساس الغريب اللي بدأ يطاردها. وفي الليل والكل بيقعد على السفرة، صامويل بيقول الدعاء وبعدها بيقوم من غير ما ياكل وبيروح لمراته. وهنا كارول كانت بتبص ناحية غرفة مراته إستر، وبتقدر إنها تشوفها لثواني، لكن بتحس إن شكلها مش طبيعي خالص، وخصوصا إن أضواء الغرفة كانت بتطفي وبتنور بشكل مريب. وفي الليل بقى ليندا بتصلي وبتنام، لكن جينيس ما بتعرفش تنام لأنها لسه مش مرتاحة في المكان الجديد. وفجأة بتسمع صوت خطوات، وبعدها بتشوف ورقة بتدخل من تحت الباب ومكتوب فيها دور عليا. فجينيس بتمشي ورا الرسائل دي لحد ما بتوصل لغرفة أنابيل، وهناك بتلاقي رسالة تانية يلا قربت. في الأول جينيس بتفتكر إن كارول ونانسي بيهزروا معاها، فبتعترف في سرها إنها غلطانة علشان خلفت كلام صامويل، وبتقرر إنها تدخل الغرفة، وجوه بتلاقي ألعاب أنابيل القديمة كلها. وبعدين بتلاحظ بيت عرايس، والغريب إنه نسخة طبق الأصل من البيت الحقيقي اللي هما فيه. وبتلاقي عروسة واقفة قدام باب معين، ومن المكان ده جينيس بتلاقي مفتاح، وبتفهم إن المفتاح اللي لقيته قدام الباب الصغير ده هو نفسه مفتاح باب حقيقي في الغرفة. فبتفتح الباب وبتلاقي غرفة صغيرة جواها عروسة قاعدة على كرسي، والأغرب إن الغرفة كلها متغطية بصفحات من كتاب الإنجيل. المنظر مرعب وفي نفس الوقت غريب، وجينيس بتستغرب وبتقفل الباب، لكن وهي لسه بتفكر بتحس إن الباب اتفتح تاني، ولما بصت وراها بتلاقي العروسة بصلها. وهنا الخوف بيمسك فيها بجد، وبتقوم مغطيها بقماشة وبتجري علشان تخرج، لكن وهي خارجة بتلاقي صامويل واقف بره وشايفها وبيمشي ناحيتها. وفجأة بتحصل حاجة أغرب من الخيال، العروسة اللي كانت متغطية بالقماشة بتظهر قدامها، لكن بعد لحظة بتختفي، وجينيس بتتفزع وبتجري على غرفتها وهي مرعوبة.
وتاني يوم البنات بيلعبوا جنب البير الموجود بره البيت، وكارول بتقول لهم انها سمعت ان صامويل مخبي مراته جوه البير ده، وانها مش انسانه اصلا، دي شبه عروسه خشب. هي اصلا من يوم ما شافت استر وحست ان في حاجه غلط، وبدات تشك ان في سر كبير بين صامويل ومراته. ليندا طبعا ما بتصدقش الكلام ده، لكن كارول بتقول لها تروح تستخبى وهم يدوروا عليها. وفي نفس اليوم ده جينيس بتعتذر لشارلوت وبتقول لها انا دخلت الغرف الممنوعه رغم ان صامويل حذرني وانا مستعده للعقاب. وكانت لسه هتحكي لها عن الحاجات الخارقه اللي شافتها، لكن ليندا بتدخل عليهم فالكلام بيتقطع. وليندا بعدها بتطلع فوق وبتلاحظ مكان غريب شبه اوضه سريه، والغرفه دي موجوده عند السلم. وبما انهم كانوا بيلعبوا لعبه الاستغمايه فبتفكر بقى ان ده انسب مكان انها تستخبى فيه، وبتدور لحد ما بتلاقي مدخل الباب وبتدخل فعلا. وفي الوقت نفسه كارول ونانسي وكيت وترني بيلاقوا جراج جنب البيت، فبيدخلوا يشوفوا اللي جواه، وهناك بيلاقوا فزاعه شكلها مرعب. كارول بتحاول تخوفهم بيها فبيتوتروا شويه، لكن نانسي بتحس ان الفزاعه دي مش مجرد مجسم، ده كانها فعلا بتبص لهم. اما ليندا اول ما بتدخل الغرفه اللي تحت السلم بتلاقي عروسه قاعده في ركن ضلمه وبص لها مباشره، فبتتخض جامد وبتصرخ والباقيين بيجروا عليها. ولما شارلوت بتحكي لصامويل على اللي حصل بيروح فورا وبيقفل المكان ده تماما، وبيكون واضح انه متضايق جدا، لان رغم التحذيرات البنات لسه بيدوروا في اماكن ممنوعه وبيعملوا مشاكل في البيت، لكنه في الاخر بيفضل ساكت. وبعدها صامويل بيلاحظ صوره جماعيه مع سيستر شارلوت، وشارلوت بتشرح له ان الصوره دي اتصورت في دير في روما، مكان الراهبات فيه عايشين معزولين تماما عن كل العالم. لكن صامويل وهو بيتامل الصوره بيلاحظ حاجه مخيفه، في شخص او كائن واقف في ضلمه الصوره، فبيسالها هي مين دي، وشارلوت بترد باستغراب معرفهاش الصراحه، انا عمري ما شفتها قبل كده. وفي الليل كارول ونانسي بيكونوا مستخبيين تحت الغطاء وبيتكلموا عن الاشباح، وبالذات عن مرات صامويل، بيفضلوا يقولوا عليها ساحره وحاجات تخوف. بس هنا فجاه جرس بيرن جوه الغرفه، وفي اللحظه دي كل انتباههم بيتحول من الكلام لحاجه تانية خالص. البنات بيفضلوا ساكتين ومرعوبين بيحاولوا يعرفوا الصوت جاي منين، والجو بيكون تقيل بشكل غريب وكأن في فليزر دخل الغرفه، والصوت بقى بيقرب منهم اكتر واكتر. واول ما البنات بيصرخوا البيت كله بيصحى، وشارلوت وصامويل بيجروا عليهم بسرعه، والبنات بيفضلوا يقولوا انهم شافوا مرات صامويل كانت موجوده جوه الغرفه. لكن صامويل بيرد بعصبيه وبيقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ مراتي ازاي تكون هنا؟ دي بقى لها سنين مش قادره تمشي اصلا، وكفايه بقى لحد كده علشان انتوا عديتوا الحدود. وفي نفس اللحظه الجرس بتاع استر بيرن، فبيسيبهم صامويل وبيدخل لها، وكارول ونانسي بيقلقوا شويه لان محدش صدقهم، لكن جينيس من جوا كانت حاسه ان في حاجه فعلا غلط، وان الموضوع اكبر من مجرد خوف اطفال. وتاني يوم صامويل بيكون بره البيت في مشاوير، ولما استر بترن الجرس شارلوت بتاخد اذن وبتدخل لها، واستر بتطلب شويه ميه علشان تاخد العلاج. وفي الوقت ده جينيس بتكون بتراقبهم من بعيد، وبتشوف شارلوت وهي بتفك الماسك من على وش استر، لكن الستاره كانت مغطيه الرؤيه، فجينيس ما قدرتش تشوف وشها بوضوح، وحتى شارلوت نفسها ما شافتش وشها كامل. وبين الكلام شارلوت بتلاحظ صوره الانابيل متعلقه، فبتسال عنها، وهنا استر بتحكي لها عن الحادثه القديمه، ومن غير ما حد يقصد جينيس بتسمع القصه كلها. ولحظه ما هي خارجه بتاخد صوره انابيل من على الحيطه وبتدخلها لغرفتها، لكن الغريب بقى ان عين انابيل في الصوره كانوا بينوروا في الضلمه. وفجاه جهاز الموسيقى القديم اللي في غرفه انابيل بيشتغل لوحده، وجينيس بتتحرك ناحيه الغرفه، لكن ليندا بتلحقها وبتسالها هو انت بتعملي هنا في الوقت ده؟ انت تعرفي ان صامويل كان عنده بنت صغيره وماتت؟ الصراحه لا، ما اعرفش، دي الحقيقه، والحاجات اللي في الغرفه دي كلها بتاعت بنته. ساعتها ليندا وهي ماسكه مسدس لعبه بتضرب العروسه على سبيل الهزار، لكن في لحظتها العروسه بتبص لها وليندا بتسكت فجاه وبتحس ان في حاجه مش طبيعيه خالص، فبتقول لها انا مش قاعده هنا، راجعه لغرفتي. بس جينيس بتفضل مكانها وبتبدا تقرا مذكرات انابيل على الترابيزه، وفجاه الباب بيقفل لوحده، وبعدها العرايس الخشب اللي في الغرفه بتبدا تتحرك لوحدها، وبيت العرايس بينور، وجينيس بتحس ان في حد واقف قدامها، وبترفع عينيها على الشباك فبتشوف انابيل واقفه بره، وبتقول لها هو انت بنت صامويل؟ ايه اللي حصل لك؟ ممكن تساعديني؟ اساعدك؟ محتاجه ايه؟ محتاجه روحك. وفي اللحظه دي جينيس بتحاول تجري، لكن حاجه بتمسكها من ورا وبالعافيه بتفلت، وبتجري على المصعد الصغير عشان تروح لشارلوت، لكن بدل ما بينزل المصعد بيطلع لفوق، وفجاه قوه مجهوله بترميها في الهواء وبتخليها تقع بعنف وبتفقد الوعي. والمصيبه ان كل ده حصل ومحدش في البيت حس بحاجه. وتاني يوم صامويل وشارلوت بياخدوا جينيس للدكتور، وهناك بيعرفوا خبر صعب، جينيس دلوقتي مش هتعرف تمشي، بس يعني لو حد خد باله منها كويس ممكن ترجع تتحسن شويه، لكن دلوقتي وضعها بقى اسوأ بكتير. وفي نفس اليوم جينيس بتقول لشارلوت بصراحه انا مش قادره اقعد هنا، عاوز امشي. ولما شارلوت بتسالها ليه، جينيس بتقول لها انا ما وقعتش على السلم امبارح بالصدفه، حد زقني، حسيت كاني مش بشر، الشر عاوز روحي وعايزني ابيع له نفسي.
شارلوت ما كانش عندها حل واضح، لكنها حاولت تهديها وتنصحها دينيا وتديها الثقة انها ما تستسلمش للخوف. وعلى الناحية التانية صامويل بيبدأ يلوم نفسه، وهو بيحكي لمراته انهم لما دخلوا البنات للبيت كانوا فاكرين انهم بيعملوا خير، لكن في الحقيقة هم عرضهم للخطر. لكن إستر بترد عليه وبتقول له لو طردنا البنات هيكونوا من غير مأوى، وكمان انا عاوز اعيش اخر ايامي وانا سامع صوت الاطفال في البيت. والليلة دي جينيس بتنام مع شارلوت، وده معناه ان ليندا هتنام لوحدها. المهم بعد ما الكلام بيخلص ليندا بتطلع لغرفتها، لكن وهي ماشية بتسمع صوت كرسي بيتحرك في غرفة أنابل، فبتبص من فتحة الباب وبتلاقي العروسة قاعدة على الكرسي وبتتهز لوحدها. لكن لما بتفتح الباب بسرعة ما بتلاقيش حد على الكرسي، وبترجع لغرفتها وهي مرعوبة. واليوم ده معرفتش تنام، فضلت صاحية بتلعب بمسدسها بتلهي نفسها في أي حاجة، وده بس علشان ما تحسش بالخوف. لكن فجأة بقى بتلاحظ الكورة كأن في حد مسكها، فبتستخبى بالكامل تحت البطانية، ومن تحت الغطاء بتلمح أثر رجل أو ظل بيتحرك. ولما بتبص ناحية غرفة أنابل بتشوف إيد سودا بتاخد العروسة، ولكن من حظها إن الليلة دي بتعدي وما بيحصلش أي حاجة. وتاني يوم صامويل بيكون برضه في المدينة وما فيش حد في البيت غيرهم، وإستر بترن الجرس وشارلوت بتسيب جينيس قاعدة تحت شجرة وبتدخل علشان تشوفها. وفجأة كده في عز النهار حد بيزق كرسي جينيس مع إن ما فيش حد ظاهر، وبعدها واحدة شبه شارلوت بتيجي وبتزق الكرسي لحد الجراج وبترمي جينيس لبره وبتقفل الباب عليها. والمكان بيكون ساكن بشكل يخوف. جينيس مرعوبة وبتحاول تستخبى في ركن، لكن اللي حصل بعدها كان أخطر بكتير. عروسة أنابل بتستحوذ عليها هناك، ولما سيستر شارلوت بتجري بعد ما سمعت صريخها بتلاقي جينيس واقفة بشكل طبيعي وكأن رجليها طبيعية وما فيهاش أي حاجة. وده لوحده كان كافي يخلي أي حد يعرف إن في حاجة مش إنسانية بتحصل. وفي الليل أنت بتتكلم مع البنات عن اللي بيحصل وبتقول لهم أنا خايفة. جينيس اللي كانت من كام يوم بتقول إنها عاوزة تمشي من هنا دلوقتي بتقول إنها مش عاوزة تسيب البيت. وبعدها بتحكي لنانسي على كل الحاجات اللي جينيس كانت بتقولها، ولكن كارول أول ما بتسمع الكلام ده ما بتصدقش أي كلمة، وبتقول لهم بمنتهى البرود ما حصلش أي حاجة لجينيس، دي بس بتعمل كده علشان تتلزق فينا وتكون صاحبتنا. ولما ليندا بتحاول تدافع عنها كارول بتزعلها وبتقول لها يلا امشي ما تقعديش معانا. وتاني يوم ليندا بتستنى صامويل بره البيت، وأول ما بيرجع بتقول له جينيس بقى لها كام يوم بتتصرف بشكل غريب، وبتقول لي إنها بتشوف بنتك. فصامويل بيرد بسرعة ازاي يعني أنا بنتي ماتت من سنين. لكن ليندا بتكمل وبتقول له جينيس كمان دخلت لغرفة أنابل رغم إنك حذرتها وشافت العروسة اللي لابسة أبيض. فأول ما بيسمع الكلام ده وش صامويل بيتغير وبيتعصب جدا وبيقول مستحيل أنا مخبي مفتاح الغرفة دي هناك وممنوع أي حد يدخلها، هي عملت إيه؟ وفي اللحظة دي صامويل بيفهم الحقيقة المرعبة، جينيس حررت الكيان اللي كان محبوس. فبيجري فورا جوه البيت، وهناك بيسمع جينيس وهي بتتهمهم بكلام غريب. ولما بيبص بيلاقي العروسة الملعونة قاعدة على كرسي وقدامها ورقة مكتوب فيها لقيته. وفجأة جينيس بتظهر من ورا وصامويل بيقول لها أنا قلت لك ما تدخليش الغرفة دي، لكن جينيس بتقوم له وهي واقفة وجسمها بيبدأ يتغير بشكل مش طبيعي. وساعتها صامويل بيرفع الصليب في وشها علشان يبعد الشر، لكن المرة دي ما بينفعش، الشر كان أقوى. وفي النهاية الروح الشريرة بتقتله بطريقة بشعة جدا، وبيلاقوا بعدها جسمه متكسر بالكامل وعظامه كلها متهشمة. وبعد اللي حصل شارلوت بتبلغ الشرطة فورا، والشرطة بتيجي تخلص شغلها. وبعد ما بيمشوا شارلوت بتبع كل البنات لغرفهم وبتروح تكلم إستر، لكن ليندا كانت مركزة مع جينيس لأن جينيس كانت قاعدة مع العروسة، وده زود شك ليندا إن العروسة دي أكيد هي أصل كل المصايب. وفي نص الليل ولما جينيس بتنام ليندا بتسرق العروسة في هدوء وبتمشي بيها ناحية البير وهي ماسكة لمبة جاز، وشارلوت بتلاحظها وبتمشي وراها. وكل ما ليندا بتقرب من البير بتحس إن في حد ماشي وراها. الدنيا حواليها ساكتة بشكل مرعب. ولما بتوصل عند البير وبتفتح الغطاء وبتستعد إنها ترمي العروسة بتوصل شارلوت وبتسألها أنت بتعملي هنا؟ فليندا بترد عليها العروسة دي هي اللي عملت كده في جينيس وهي السبب في موت صامويل، أنا لازم أنهي الموضوع ده هنا. وبترمي العروسة جوه البير فعلا. فشارلوت قالت لها تمام يلا نرجع للبيت بقى، لكن وهم راجعين ليندا بتسمع صوت من وراها، ولما بتبص ناحية البير فجأة قوة مجهولة بتشدها لجوه، وشارلوت بالعافية جدا بتعرف تلحقها وتنقذها. وبعد ما بيقفلوا البير بيبدأ يطلع منه صوت عالي وكأن في حاجة جوه بتحاول تطلع، وشارلوت بتتصدم اللي شافته بعينيها وبتمسك ليندا على طول وبترجع بيها بسرعة على البيت. وأول ما ليندا بتدخل بتنادي على جينيس وبتقول لها جينيس إحنا رمينا العروسة، لكن لما بتدخل تشوفها بتتجمد حرفيا من الرعب لأن العروسة اللي رمتها كانت نايمة مكان جينيس على السرير. وهنا بقى شارلوت بتطلب من باقي البنات يدوروا على جينيس، وهي بنفسها بتمسك العروسة وبتروح لإستر. وأول ما إستر بتشوفها بتتفزع وبتقول العروسة دي بعيدة عني، هو أنت تعرفي عنها حاجة؟ وهنا إستر بتقول وهي خايفة دي ملعونة، لا مش ملعونة وبس، ده هي الشيطان نفسه. وبعدين بتبدأ تحكي وبتقول إنهم بعد ما بنتهم ماتت صلوا لأي قوة ممكن تكون موجودة، أي قوة أي حد
المهم روح بنتهم ترجع، وإستر بتكمل كلامها وهي منهارة وبتقول إنهم بعد موت بنتهم كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة بس علشان يشوفوا أنابيل لمرة تانية أو حتى يسمعوا صوتها. وفي الأول الكيان ده بدأ يديهم علامات صغيرة زي مثلا أغنية أنابيل المفضلة وهي بتشتغل لوحدها من جهاز الموسيقى القديم في غرفتها، وساعتها احنا صدقنا إن بنتنا فعلا موجودة. لكن المشكلة بقى إن الشر دايما بيدخل لنا من باب الحنين. إستر بتقول إن في يوم من الأيام الكيان ده طلب منهم الإذن إنه يسكن جوه العروسة علشان يفضل معاهم للأبد، والعروسة المفضلة عند أنابيل كانت ساعتها قاعدة وبتتهز على الكرسي قدامهم. فإستر افتكرت إن دي روح بنتها فعلا وبيوافقوا على طول. ومن اللحظة دي الكيان بقى أقوى. في الأول كانوا ساعات بيشوفوا لثواني بسيطة بيظهر وبيختفي، لكن بعد شوية بدأوا يفهموا الحقيقة دي ما كانتش أنابيل. وفي يوم إستر شافت شكله الحقيقي في المراية، ما كانش شكل عادي، كان شكل شيطاني مرعب. وعلشان أتأكد أكتر جبت صليب قدامه، لكن أول ما شافه اتجنن وجسمه كان بيتلوى وإيديه ورجليه اتكسروا واتعوجوا. وإستر بتقول إن هو اللي بوظ عينيها بالشكل ده لأنه ما كانش عاوز غير روحها. لكن صامويل وقتها ما سابوش ياخدها. صامويل وقتها تواصل مع الكنيسة وجه كاهن وطهر البيت كله، لكن رغم كده بما إنهم بنفسهم سمحوا للكيان ده يدخل، فالشيطان اختار العروسة دي تبقى مسكنه وما قدروش يخرجوا منها بسهولة. وبعدها الكاهن حبس العروسة الملعونة جوه غرفة سرية في غرفة أنابيل، وغطوا المكان بالكامل بكلام مقدس وصفحات من كتاب الإنجيل، وده علشان ما يقدرش يهرب. وبتقول إستر إن السنين عدت بعد كده والبيت كان هادي وما حصلش أي مشاكل، وعلشان يكفروا عن الذنب اللي عملوه قرروا يستضيفوا البنات اليتامى في بيتهم. لكن في الآخر الحاجة اللي كانوا خايفين منها حصلت فعلا، والشر اتحرر من جديد. ساعتها البنات بيلاقوا جينيس في غرفة أنابيل، وأول ما بيشوفوها بيتصدموا لأنها كانت واقفة على رجلها عادي جدا، مع إن ده كان مستحيل يحصل. لكن الصدمة الأكبر إنها كانت ماسكة سكينة، وقبل ما حد يلحق يفهم جينيس بتهجم وبتطعن كارول، والبيت كله بيتقلب في حالة فوضى. البنات بيصرخوا وبيجروا على شارلوت، وشارلوت بسرعة بتبعدهم وبتحاول تأمنهم، وبعدها بتخرج تدور على جينيس بنفسها. والبنات في نفس الوقت بيدخلوا غرفة إستر علشان يكلموا الشرطة، لكن أول ما بيدخلوا بيشوفوا منظر بشع. إستر كانت مقتولة بطريقة مرعبة ومتعلقة ونص جسمها تقريبا مش موجود. لكن جينيس بتظهر لهم فجأة، وشارلوت بتبدأ تقرأ آيات من الكتاب المقدس علشان توقفها، لكن المرة دي ولا حاجة جابت نتيجة. جينيس بترفع شارلوت في الهواء بقوة، وليندا وكيت بيحاولوا يجروا من الخوف، وفي نفس الوقت كارول ونانسي وتيرني بيحاولوا يهربوا بالعربية. لكن قبل ما يتحركوا بيلاقوا الفزاعة واقفة قدامهم ووشها ناحيتهم، فبيبصوا تاني بيلاقوا اختفت، وكانوا بيحاولوا يدوروا العربية لكن ما بتشتغلش. وفي اللحظة دي كيت بتوصل لهم والأربعة بيجروا ناحية الجراج. كارول بتدخل الأول، بس فجأة الباب بيتقفل على بعنف، ورغم انهم بيفضلوا يصرخوا بس محدش كان سامع حد، وحتى اللي بره ما قدروش يفتحوا الباب. وكارول بتلف تبص وراها وبتلاقي الفزاعة قدامها. الخوف بيمسك فيها وبتبص بتلاقي فاس قريبة منها، فبتحاول تمسك وتدافع عن نفسها، لكن اللي بيطلع في ايديها مجرد العصاية الخشب. وساعتها النور بيبدأ يطفي وينور، وفجأة ايدين سودا طالعة من جوه الفزاعة نفسها. فكارول بتحاول تتماسك وتصلح النور، ولما النور بيثبت للحظة الشيطان بنفسه بيظهر لها وبيكون بيقرب منها واحدة واحدة، وبالعافية بتعرف تدخل لغرفة صغيرة في الضلمة وبتقفل على نفسها من جوه. بس بعد شوية بتحس بحد ماسك ايدها، فبتتخض جدا، لكن بتطلع انها نانسي، والاتنين بيقدروا يهربوا من الشباك. اما ليندا فكانت بتجري في ناحية تانية وبتدخل لغرفة وبتقفل على نفسها، وكانت بتدور على اي مكان تستخبى فيه. وجينيس بره بتخبط على الباب بشكل مرعب، وهي ما كانتش قادرة تنط من الشباك حتى، لكن بعدها بتلاقي المصعد اليدوي اللي بينزل للبدروم، فبتنزل بيه بالعافية. بتنور الكشافة علشان تشوف اللي حواليها، فبتلاقي دم على الحيطة، وكمان بتلاقي جثة مرمية على الأرض. وفجأة كده الجثة دي بتقوم وبتبدأ تتحرك ناحيتها، وليندا من الرعب بترجع بسرعة للمصعد، لكن المصعد بيعلق بيها في النص وفوق جينيس وتحت الجثة، يعني محبوسة بين كابوسين. وهنا بتبص تحت كويس وبتكتشف إن الجثة مش أصلا بشري، ده الشيطان اللي جوا جينيس بيتلاعب بيها. وبالعافية بتعرف تطلع تاني وبتنزل بعدها وهي مرعوبة، لكن بتكتشف إن جينيس موجودة برضه وكأنها بتلعب معاها استغمية، كل ما بتستخبى تلاقيها قدامها. المهم في الآخر ليندا بتجري وبتستخبى في غرفة أنابيل، وبالتحديد في نفس المكان اللي كانت فيه العروسة. وهناك بقى بتحس كأن العروسة لسه بتبص لها، فبتحاول تلف راسها، وفجأة تاني جينيس بتهجم عليها. وفي اللحظة دي شارلوت بتوصل وهي ماسكة العروسة، وجينيس بتحاول تطعنها، لكن الضربة بتيجي في العروسة نفسها. وفي نفس الوقت بتطلع عودي في صليب وبتلبسه في رقبة جينيس، وبعدها بقى بيقدروا يحبسوها جوه الغرفة مع العروسة وبيقفلوا عليها الباب. ولثواني كده الدنيا بتهدى، لكن الهدوء ده مكملش. بعدها بشوية الغرفة كلها بتبدأ تتحرك بحاجات خارقة، النور بيطفي وينور، وجهاز الموسيقى القديم بيشتغل لوحده. وهنا الكل ما بيبقاش قدامه غير حل واحد،
وهو الهروب. الكل جري برا البيت وهم في حالة رعب تامة. كل لمبات البيت انفجرت مرة واحدة واتسمع صوت ضخم هز المكان كله. لكن بقى بعد شوية الشرطة بتوصل وبيلاقوا العروسة مرمية في الغرفة، لكن جانيس بتكون هربت. وتاني يوم كان بيجي وبيطهر البيت وبيقول لهم خلاص البيت بقى امان وتقدروا تعيشوا فيه. وكمان بيقول ان الشيطان ما بقاش جوه العروسة لانه خلاص اخد اللي هو عاوزه، وكمان تقدروا تحتفظوا بالعروسة. بس طبعا محدش بيوافق وبيدوها للكاهن، ورغم ان المفروض البيت يكون امان محدش بيرضى يقعد فيه وكلهم بيسيبوا المكان وبيمشوا. لكن بيفضل السؤال المهم، جانيس راحت فين؟ والاجابة بتيجي بعد كده. جانيس من نفسها بتروح لدار ايتام وهناك بيوصل 2 متجوزين اسمهم بيت وشارون هيجنز، وده علشان يتبنوها. ولما سألوها عن اسمها قالت لهم أنا اسمي أنابيل. ومن هنا جانيس بتكبر باسم جديد، أنابيل هيجنز. وهنعرف بقى في الجزء الثالث من سلسلة عالم الشعوذة ايه اللي هيحصل. ولحد هنا يكون خلصنا، فأتمنى الشرح يكون عجبكم وانتظروا الجزء الثالث. سلام.